عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، ونسائم هبات من نفحة القرآن، نلقاه بالبشر بالحب والأشجار، والأجر ندركه من دون ما نقصان. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. عقد من الإيمان يزداد بالإحسان، الله جمله لما أتى رمضان. يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، ونسائم هبات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام صحه وحال وراحه بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو اول مره تشوفوا القناه فعلى حالا زر الجرس على الكل، دوس السبسكرايب، الاشتراك، الزر الاحمر على الكل. ده انا عدت الكلمه ولا ايه؟ اللايك والتعليق احلى وارق فراولايه في حياتي. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا جدا، والله العظيم ما عارفه اشكركم ازاي، ولا يعني طايره بيكم في السما بجد. يعني كميه التعليقات القمر اللي شبهكم، ربنا يجازيكم خير عني يا رب. وبجد انا حنمشي منكم جدا جدا. كل فراولايه معايا هنا، كل حد شاف الفيديو والفيديوهات اللي الفائته، بشكركم بشكركم بشكركم. كميه تعليقات ايجابيه روعه روعه روعه. عايزه اقول لكم اني بحب كده ابدا اليوم بتاعي بالتعليقات الحلوه بتاعتكم. مبسوطه جدا ان الفيديوهين اللي عدوا دول عجبوكم، سواء اللي هو الستاند اللي عملناه بتاع المصليه في ركن الصلاه، وكمان اللي هي السفره ديكور سفره رمضان الترند. مبسوطه ان هي عجبتكم جدا. والناس الجداد بقى لاول مره يشوفوا القناه، ان شاء الله ممكن تلاقوهم الفيديوهين اللي قبل دول على طول. وانا النهارده هتكلم لان في فراولايه قالت لي على حاجه، فانا هتكلم عليها وهشرحها لها بس لما تكون قدام السفره، عشان يعني يبقوا انتوا واصلين معايا. لو تاخدوا بالكم، بصوا شايفين المخده بنات الطبيه اللي هي اللي تحت دي خالص، مش الفايبر اللي فوق دي فايبر، اللي تحت دي طبيه. لو تاخدوا بالكم ان المخده الطبيه اللي هي اللي تحت دي، اما كده امسكها بنات، عارفين اسمها ايه؟ مش عارفه افهمها لكم ازاي. مش يعني مش عارفه اسمها ايه. جامده جامده. هي اصلا كنت جايه احكي لكم ان هي عامله زي الاسفنج بتاعها، زي السلايم، ناعم جدا، تعمليه بايدك كده يعمل. لكن تخيلوا من الرطوبه، ده اكبر دليل ان الرطوبه عاليه. تخيلي ان من الرطوبه الخده دي بجد جامده جدا جدا، كانها حطبه. يعني سبحان الله بجد. ده ايه ده؟ حاجه غريبه مش عارفه. حاجه كمان كنت حابه انوهها يعني ليكوا. لو لقيتي الخداديات بتاعتك كده اللي هي الطبيه دي قويه جدا وناشفه زي الطوبه كده، زي الخشب او زي الطوبه، اوعي تخليها تقع، لان لو وقعت هتتكسر، او ان انت تتخبط منك في حاجه برضه هتتكسر. تمام. النهارده كده هنغير ديكور الغرفه. هنعمل مع بعض الملايه، هنعمل برضو نستخدم الالوان الجري، يعني انا مش عايزه ابعد عنها لان حابه شويه حاجات. هندخل برضو لون بيبي بلو في النص، تحفه، هيعجبكم جدا. سالت سؤال ليلى، ايه رايك في عايزين مثلا مكان للملايات، بيبيع ملايات حلوه قوي، عندكم اماكن كتير جدا جدا جدا، منها البيت التركي. فسالتني علا، قالت لي فين البيت التركي ده؟ طبعا يا جماعه انا من محافظه بورسعيد، واي حاجه بقولها يعني تخص المحافظه يعني، بس في حاجات اونلاين، وصورت لكم هناك كذا مره على فكره في البيت التركي. بالنسبه بقى للناس اللي من بورسعيد هيبقوا عارفين مكانه، عند حي العرب، اللي هو الحي العرب اللي لونه احمر، جنب استوديو كايرو. تمام. الملايه هنا الاساس بتاعها اللون الابيض، الاساس بتاعها، وطالع منها اللي هي شبه الفروع اللون الجري. هبدا بقى كده احط الخداديات. بصوا بنات، بصوا المخدم جامده جامده قويه بشكل رهيب جدا جدا بجد. يعني دي لو وقعت ممكن تتكسر، مش بهزر والله. يعني انا مش فاهمه الخاصيه بتاعتها ايه، بس على قد ما هي في الاوقات العاديه
بتبقى ناعمه جدا، يعني مريحه بشكل ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك جدا، وعشان كده هي غاليه. وفي ناس طبعا بيستخدموها، بالنسبه لي انا جايباها عشان موضوع الفقرات العنقيه، عشان الرقبه. حتى الناس اللي ما عندهمش موضوع الفقرات مريحه، انا بحبها يعني، ما مش عارفه بموت فيها اصلا. فيها ميزه كمان جميله جدا جدا جدا، ان ما بتعملش روايح. انا بصراحه يعني شابوه بجد اللي اخترع الخداديه دي، ما بتعملش روايح ابدا ابدا ابدا. بس طبعا لما تتغسل حاولي تغسليها تنقعيها وبعد كده تصفيها وبعد كده ايه. عندي مشكله لو تاخدوا بالكم ان هي الكسوه بتاعتها الصغيره دي الرقيقه خالص، الاسفنج مقطوع صح. ده كان غلط مني انا. الخداديات دي اصلا يا بنات ما بتجيش كده، ما بتجيش بلونها البيج ده الفاتح ده، لا لا لا، ده هي بتيجي في الكفر بتاعها. الكفر بتاعها يا بنات قمر تقيل جدا شبه الكتان ومتطرز وجميل. مسير ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب اطلعه واوريه لكم. طيب انا ليه شلتها منها؟ ده كان اصلا الكفر بتاعها ويتشال بقى يتغسل، هو ده الصح. لكن بصراحه كانت بتضايقني لما اجي احط الكيس بتاع الخداديه، لما اجي احط الكيس الخداديه بتاعي احس ان هي مش بتدخل، مضايقاني. هو عشان كتان وقوي جدا فتحس ان مش حلو، مش حلو. فمش عارفه، ممكن والله بعد ما ممكن استخدمه الفتره الجايه، عايزه مره كده اعمله معاكم. طيب اللي سالني بقى على الخداديات الفايبر اللي انا بعملها اللي هي التانية دي، يعني الفايبر انا ليه ضربتها. بصوا الجزئيه دي، بصوا برضو مقطوعه ازاي. نتكلم عن الخداديات الفايبر. انا ليه بضربها كده من الجنب ومن الطول ومن جميع الجوانب؟ عشان تبقى ايه، تبقى مقلبظه كده، تبقى منفوشه. وتلاحظوا جدا في ودي يمكن شكوى ناس كتير يا بنات، ان يقول لك ايه، احنا بنحب الخداديات ما تبقاش واقفه كده، ما تبقاش زي ما بنجيبها اول مره. فبصراحه ومنتهى الامانه الخداديات الطبيه تفضل فتره كبيره، هتشوفها دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك، وهي واقفه تحسيها جديده. ليه؟ لان هي الفكره بتاعتها واقفه كده ما بتتحركش. هنا كده ده الخامه بتاعت الفايبر التانية اللي هي الفوربت. الخامه دي حلوه جدا. الفايبر اللي جواها بنات الخامه بتاعته كان قالوا لي، مش فاكره، قالوا لي كلمه زي كلمه ريش نعام حاجه زي كده، يعني مش متذكره قوي، بس خامه حلوه قوي. ليه بقى؟ فيها خاصيتين. خاصيه ان انت لو نمتي عليها بصي بتاخد الوضع الدماغ برضو مش عارفه ايه، مريحه كده وقمر. بس للامانه بتتبطط خالص، يعني دي لو خدتيها على ورا ظهرك تلاقيها شبه اللوحه رفعت كده واتبططت. ولكن بصوا الميزه التانية اللي بتعجبني وما شفتهاش في حاجه تانية لغايه دلوقتي، ان هي بصي لما اجي اضربها من الجناب حتى لو متبططه من الجناب كده وكده تبقى مقلبظه منفوخه وتبقى حلوه جدا جدا جدا. طبعا استخدمت هنا ورا الاتنين كوش، الاتنين خداديه اللي هو الابيض وفي الجري. الاساس بتاع الطقم بتاعنا تمام. زي الملايه. يعني الجزئيه التانية هتلاقيها الخداديه الاساس بتاعها لونه جراي غامق خالص، وداخل فيه اللون اللي هو البيبي بلو. اللون البيبي بلو طبعا ده الداعم بتاعنا. كذا مره نقول لما بنيجي نختار طبعا كوشن او اضافات. يعني انا عندي، بصوا بنات نركز، الاساس بتاع الملايه ايه، اللي هو الملايه بالاتنين خداديه وكده. طبعا ده اي بادي بلاش عندك، اي حاجه عندك تستخدميها بتعطري كده بيها طبعا الخداديات قبل ما تخلصي طبعا، ونكنس ونقفل الغرفه. مش قادره اقول لكم ريحه الغرفه بتبقى عامله ازاي. بصوا بنات، الاساس بتاعي خلاص الاربع خداديات والملايه صح. انا بالنسبه لي الاكسسوارز اللي هدخله طبعا بما ان عندي لون داعم طبعا ممكن احط الفاتح. زي مثلا هوريكم دلوقتي عندي كوشن فاتح. بمعنى ايه فاتح؟ اللي هو اللون الابيض وفي سيلفر، يعني معمول بالسيلفر تمام. قمر قوي عليه وخلى شكل السرير في حته تانية. خلاص كده عطرت تمام الفرش. هنبدا بقى ان شاء الله نحط الديكوريشن بتاعنا. بنختار يا بنات اصغر لون في الحاجه علشان نعمل بيه ديكور. عندي هنا البيبي بلو طبعا، او اللون اللي هو التركواز كمان. يمكن هنا هو في الخداديه غامق شويه اللي هو التركواز شويه، يمشي معاه البيبي بلو حلو قوي اللي هو اللبني. هختار كده معاكم المفرش اللي هو على صوف. طبعا انتوا كلكم عارفينه بيبقى فيه كور كده. كنت جايباه منين بقى المفرش ده؟ كنت جايباه من كوشي هوم. عارفين محل كوشي هوم؟ هتلاقوه قدام المدرسه التجريبيه. والله مش عارفه بقى لسه شغالين بقى الحاجات دي بقى ولا لا.
بقاله معايا فترة كبيرة يعني، فهختاره لان انا عايزة اعزز اللون البيبي بلو اكتر ان هو يبقى ظاهر. هختار كمان الالوان الجراي، يعني النهارده الالوان تعتبر باردة ما فيهاش الوان دافية. بصوا على فكرة عايزة اقول لكم لما اتحط طبعا بالشكل الديكوريشن بتاعه، اللي انا مثلا اكشكشها من الجنب، اجيبها كده شوية اجيبها كده شوية، فتحس ان ده شكل حلو قوي قوي قوي. عارفين الملاية دي من اكتر الملايات اللي انا بحبها جدا جدا جدا، مش عارفة ليه، مع ان انتوا عارفين ان انا ما بميلش الحاجة المنقوشة يعني، نادرا لما تبقى الحاجة فيها نقشة او رسمة. فبس بصراحة الملاية دي مش عارفة، يمكن الخامة، بحس ان الخامة بتاعتها حلوة قوي، بحس بصراحة الخامة بتاعتها جميلة جدا جدا، مش بتضايقني يعني. الخامة بتاعتها قطن قوي. الفينش بتاعها حلو، وخصوصا ان هم عاملين حجمها، الحجم بتاعها اكبر من الحجم الاساسي بتاع السرير، يعني بحسها ما شاء الله بتبقى من الجنب كده اخده السرير كله. هنا بقى استخدمت صينية ايكيا، لان احنا دلوقتي مش فاتحينها كترابيزة، والصينية البيضة دي بتاعت ايكيا، وعندي بقى لها فترة يعني عشان كانت ايكيا مقاطعة. دي بقى الكوشن يا بنات اللي بقولكوا عليه كلمة ويلكم، باللون السيلفر. بصوا ادت بجد شكل حلو قوي للسرير. لا ليه؟ لان احنا اخر حاجه حطها غامقه، يعتبر الكوشن خلي بالك غامق، اللي هو اللون الجري بتاعه الغامق، فلازم احطه قدام ابيض او فاتح يعني. تمام. هبدا بقى كده مرحله التنظيف بالمكنسه، واللي سالنا على المكنسه دي مكنسه هوفر ايطالي وايرلس يعني بدون سلك. بتتشحن ازاي؟ وهوريكم حالا البطاريه، لان انا كنت في اللحظه دي كده اخدها رايحه اشغلها، وبص نسيت ان هي ما فيهاش البطاريه، لقيتها خفيفه كده، فافتكرت ان انا كنت بشحنها. بتجيب البطاريه بنات، البطاريه بتشحنيها من بالليل لتاني يوم الصبح عادي مفيش مشكله. بتقعد تشتغل معاكي قد ايه؟ لو انت متواصل شغل متواصل ما بتقفلهاش خالص يعني، بس احنا اكيد هنقفلها، لان وارد انك مثلا قولي معايا، وارد انك توقفي، هتشيلي حاجه، تعدلي سجاده. يعني انا مثلا هنا عندي الكومود ده، فهرجعه مكانه، فبفصل المكنسه، ملوش لازمه ان هي تبقى شغاله. هنا خلاص حطيت البطاريه اللي انا وريتها لكم اهي، ضمان توشيبا العربي. المكنسه هي مميزه بالليد اللي قدام ده، شايفينه اللي هو الفلاش، اللي هو الليد اللي قدام ده المنور. مميزه انك مثلا لو عندك النور مقطوع، فالمميزه في الوقت ده مثلا فيها جزئين، ان انت مثلا تفضلي دايسه على الزرار بايدك وتوقفي زي ما انت عايزه، وفي كمان معاها زرار تاني كده احمر تحتها، ده التشغيل المستمر، بتدوسيه وخلاص وتسيبيه. الميزه دي بقى حلوه، عارفين لو كانوا عملوا الحركه دي في المساحه كمان، يعني دي طبعا المكنسه، لو كانوا عملوا الحركه دي في المساحه كانت هتبقى قمر قوي. يعني من ضمن الحاجات اللي كانت بتضايقني حقيقي في مساحه هوفر هي الحركه دي. الشفط بتاعها حلو، مش وحش، حلو معقول. يعني انتوا شايفين اصلا على فكره، يمكن عشان البلاط ابيض فمش مبين، لكن على فكره عايزه اقولك ان الارض كلها في مكان السجاده اللي كانت محطوطه الفر، لا في حاجات. بحب قوي حركه الليد دي، بحس ان هي ببقى شايفه يعني، انا لو مش مشغلاها بجد مش شايفه حركه الليد بتبيني. عارفين كمان ميزه البنات الليد ايه؟ عارفه البنات اللي عارفين البنات اللي هو السجاد الشاج او السجاد المرتفع، اللي هو الكثافه بتاعته بتاعت السجاده نفسها تحسها عاليه كده. السجاد ده طبعا عشان تعدي من جواها اسمها ايه المكنسه، عشان تعدي المكنسه من جواها محتاجه حاجه قويه يعني. هنا كده خلاص على فكره عايزه اقول لكم ان بيجي معاه قطعتين، واحده للبلاط السيراميك وواحده السجاد بتبقى اقوى شويه، بحس ان الفرشه بتاعتها عاليه شويه عشان تقدر تخش جوه الفرو بتاع اي سجاده عندك. بالنسبه للسجاد بتاعي دون الاوف وايت ده، كان يا بنات من توشيبا تانيين اسمهم ايه، النسيجون الشرقيون، وكان عرض. فكانت صديقتي رندا كانت قايله عليه يعني عرض جميل جدا بصراحه، من اجمل الحاجات اللي انا طلعت بيها في العرض ده. كانت السجاده اتنين مشايه واتنين عتبه. هنا طبعا زي ما احنا شايفين ان الكومود بتاع الغرفه استانلس،
وعشان كده ناخد بالنا لو احنا هنعمل بمساحة او هنمسح بعد كده، ناخد بالنا اي حاجة قواعدها ستانلس تاخدي بالك منها، تلميعها بيبقى بفوطة ناشفة، وكمان ما يجيش عليها مية عشان تبقى كويسة معاكي. سألت المرة اللي فاتت في الفيديو على الحاجة اللي ستانلس، كانت بتسأل على ترابيزة السفرة، ايه رأيك فيها يا ليلى ترابيزة السفرة؟ طبعا كده انا طالعة خلاص على بره على الريسبشن كده. قالت لي ايه رأيك في ترابيزة 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 الانتريه، تمام، لانها هي ستانلس اللي هناك الجولد دي. فبصي عايزه اقولك على حاجه وافيد بها البنات، الترابيزه دي بنات حلوه كل حاجه، بس انا جايباها منين؟ يعني مش جايباها، هي جايه مع بنات الطقم الكنب، فهي اصلا جايه من المعرض مع طقم الكنب، تمام. دي حاجه عشان تجيبي ستانلس حلو يقعد معاكي، حاولي تبقي عامله شويه سيرش كده على النت، واعرفي الخامه وكده. بس عايزه اقولك كل ما جبتي حاجه مستورده بالذات الستانلس، لان الستانلس ده بيغير لون او كفاءته متبقاش قد كده، فاما هتجيبيه مستورد بيقعد معاكي الى حد ما فتره كبيره جدا، تبقى معاكي حلوه قوي الحركه دي. ممنوع خالص خالص تحطي على الستانلس ميه، ولو اضطريتي مثلا حاجه مثلا اضطريتي مثلا ولاد مثلا حطوا حاجه زي عصير بتاع، يبقى هتتمسح على طول وتتنشف في ثواني جدا جدا جدا. طبعا احنا عملنا مع بعض ديكورات رمضان دي، فاللي عايز يشوف التفصيل والحوار كله يرجع لاخر فيديوهين كنت نزلته. كمان حد من فراولات قال لي نصحني، قال لي ده كده كمان ده كده ركن الصلاه، عملناه مع بعض المره اللي فاتت. عايزه اقول لكم بنات بجد جد مش عارفه اقولها لكم زي قلب لي ريحه الريسبشن، مخليها ريحه الخشب الجديد، لان اصلا الخشب كله بتاعه جديد يعني، فقلب لي ريحه الريسبشن مخلي ريحته جديده، ريحه الخشب كده الجديد. بحب اول الروايح دي يعني. فقالت لي ليلى خلي بالك الشنيور اللي انا كنت استخدمته بتاع المره اللي فاتت ده مش بتقولي مش بتاع المسامير، مش بتعمل بيه الخشب وكده، خدي بالك لان فعلا بيفلت في المسامير، فعلا انت معاكي حق. بس انا بصراحه ما كنتش عندي فكره عن المعلومه دي، وقلت برضه افيدكم. طيب انا اشرح كده بالسريع، لان واحده قالت لي ليلى كان نفسي اشوفك وانت بتزيني هنا فراولايه. بصي احنا بالنسبه للشيفون ده، بصي هنا انا داخله كمان عامله لك زوم قوي، بصي انا هنا حاطه دبوس، يعني انا اخداها لفوق وقمت جايباها من ورا وقمت عامله دبوس. حلو، دي طريقه، او انك تقومي لفه البتاع نفسها عليها، تلفها لورا كده وتقوم مرجعها تاني. خلاص، باجي في الطرف هنا بربط، يعني انا هنا الجزئيه دي ربطاها، مديالها ربطه، يعني بعد ما خلصوا قمت لها ربطه، اديتها ربطه ونازله حته صغيره. خلاص، اللي في الجوانب يا بنات دي منفصله عنها، تمام. بصوا بقى الورود اللي انا حطاها فوق دي والفروع مدخلاها في شغل يعني اول حاجه عملتها حبل النور. شوفي هنا ربطها ازاي، حبل النور. فالفراغات بتاعت حبل النور كنت بدخل فيها ايه يا بنات؟ بدخل فيها الورد او الفرع الذهبي الجولد، تمام. عايزه اقول لكم ما شاء الله قوه الا بالله، بجد بجد قمر قوي، ولا مديه رونق حلو قوي للبيت، وجميله جدا 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 فوق ما انتوا تتخيلوا. فانا كنت سعيده جدا بصراحه بالترتيب ده والتنسيق ده، وما كنتش متخيله ان هو هيبقى كده بالجمال ده، كنت مبسوطه بيه جدا. هنا بقى دخلت كده على المطبخ، انا عندي حاجات بسيطه بفنش بقى، يعني انا اعتبر ما عنديش حاجه، بس اخلص بس هنا البوتاجاز على السرير ما فيهوش حاجه، يعني تحسوا ان هي تلميعه بسيطه قوي 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 بس. وعندي هنا الديش واشر هتخلص، بخرج الحاجه اللي فيها، والحوض وخلاص، يعني المطبخ اصلا زي الفل مفيش حاجه بسيطه جدا. امبارح فراولتي ميرو قالت لي ليلى حاولي تصوري في ضوء النهار، فانا النهارده حاولت على قد ما اقدر اصور لك يا ميرو في النهار، انا عارفه بتحب الاضواء بتاعه النهار. وبصوا بقى الضوء بجد الشمس كانت مديه ضي كده جميل كده، فقلت اخدكم كده امتعكم معايا يعني. هنا كده الجزئيه دي يا بنات، هنا ال3 دف دول كنت جايباهم من لو مارشي عشان ده سألت عنه برضو، وانا بصور كده حسيت ان انا بصور، بس حسيت ان ال3 مع بعض دف مقربين تقريبا، الولاد هم اللي حركوهم، فانا بصور خدت بالي وانا بصور، فرجعتهم هم تاني اهم. وده بقى كده الشكل النهائي، وانا مبسوطه بيه جدا، مبسوطه ان احنا وصلنا لكده ديكورات من رمضان القمر. ان شاء الله نعمل مع بعض افكار تانية جديده وجميله وتعجبنا كلنا ان شاء الله. كل عام وانتم الى الله اقرب وفي طاعته ادوى، مش عايزين ننسى الطاعات يا اولاد اليومين دول. اشوفكم على خير يا احلى وارق فراولات في حياتي، ما تنسوش اللايك والتعليق والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.